صباح الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل، اللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك. معاكم مروه العزب، قناه تانية اسمها حكايات ماما واسامه. يا ريت اللي مش مشترك هنا يشترك، واللي مش مشترك هنا يشترك يا جماعه. وبعدين انا هظهر لكم بعد كده يوميا ان شاء الله. تعال نشوف قصه غريبه قوي في البرتاجين، محافظه الجيزه، اسمها البرتاجين. اه آه، انا اول مره اشوف حادثه من النوع ده، او اسمع حادثه من النوع ده. يعني معلش، لما بسمع عن حوادث الستات وكده، بلاقي ست قتلت جوزها عشان عشقها، قتلت حبيبها عشان ما اتجوزهاش. بس القصة ديت غريبة قوي. يا ريت تعملوا لايك الأول قبل ما اتكلم، بحبكم جدا، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. يعني خليكم معايا، يا ريت تعملوا لايك الأول، واللي مش مشترك يشترك. بحبكم قوي قوي قوي. معانا انشراح 24 سنة، وبنت خالتها منى عندها 23 سنة، أصغر منها بسنة. انشراح قاعدة في بيتها، منى كلمتها أنا جاية أزورك، يعني جاية تزورها. واحدة بنت خالتها جاية تزورها، ما فيهاش حاجة، وفرق بينهم سنة. انشراح عندها 24 سنة ومنى عندها 23 سنة. فقالت لها أنا جاية أزورك. فحاجة يا جماعة، أنا عمري في حياتي، يعني أنا سمعت إن ستات بتقتل، زي ما انا قلت لكم، حبيبها او عشيقها، او بتقتل جوزها عشان عشيقها، او بتقتل حبيبها. او انا ما سمعتش ان ست مثلا تاخد اتاوه في الشارع وتقف عشان تاخد اتاوه من الناس، او تسرق موبايلات، او تقتل حد. كانت بتسرق شقه، لقيت حد داخل عليها قتلته. القصه اللي انا هحكيها اغرب من الخيال، اغرب من الخيال. انا واحده من الناس، لما باجي مثلا اخش مثلا على ماما في المطبخ الاقيها بتعمل حاجه، اقول لها اقف اساعدك، تقولي لا او ساعديني او حاجه. واحده بس راحت لاختها، لقيتها واقفه في المطبخ بتغسل مواعين، تقول لها طب ما تسيبها وانا اغسلها انا. عادي، الستات بتساعد بعض، ما فيهاش اي حاجه. اما بنت خالتك جايالك ولقيتك بتعملي حاجه في المطبخ، دخلت تساعدك، فيها حاجه يا جماعه؟ انا مش شايفاها فيها اي عيب. بنت خالتي جايالي فلقيتني بقشر بصل في المطبخ، فدخلت عشان اساعدها. بنت خالتي جايالي لقيتني بغسل، فدخلت واتنين من سن بعض، يعني اتنين من سن، يعني اخوات، ولاد خاله وبن سن بعض، يعني اخوات، اسرارهم مع بعض وحياتهم كلها مع بعض. فحاجه دي يا جماعه ما فيهاش اي حاجه. اي حد مع بعضه بيساعد بعضه. لو انت مثلا صاحبتك جايالك، قريبتك جايالك ولقيتك بتغسلي، بقى بتغسل معاكي لو انت عايزه يعني انشراح لما دخلت المطبخ هي ومنى، فمنى بتقول لها انت قلت عليه حاجه لفلانه جارتهم. قالت لها لا ما قلتش. قالت لها انت هتكذبيني اواجهك بيها؟ قالت لها واجهيني. طب وانت اللي قايله كذا، وانت اللي بيعاتبوا بعض اخوات. يعني مثلا انت، مثلا انا واختي، انت اتكلمت عليها قلت لفلانه كده ليه؟ تقول لا لا انا ما قلتش. لا انت قلتي، ما انا معايا الدليل. قالت لها طب ما تبقى سامعين الدليل. طب ما انت قايله انت كمان. ما هي المواجهات دي اوحش حاجه. يعني المواجهات لما تواجه حد وتكذبيه وهو يكذبك، الموضوع بيكبر. برضو ارجع واقول لكم، اول جريمه كانت ايام التسعينات، كانت ست مسكت جوزها قطعته. كانت جريمه الناس كلها كانت بتتكلم عنها. لازم الخبراء يشوفوا في ايه، في ايه يا جماعه. هي الحوادث بقت من الستات بقت كتيره ليه؟ بقت كتيره ليه؟ اتنين بيتعاتبوا مع بعض في المطبخ، اخوات، عتاب الاحبه زي ما بيقولوا، له طعم تاني. بيتعاتبوا وده جايالك، طب ما تطرديها. مش انشراح لقيت منى علت صوتها عليها وبتقول لها انا ما اتكلمتش عليكي، ومنى تقول لها انا ما اتكلمتش عليكي، وانشراح تقول لها انت بتعلي صوتك عليا يا بيه، انت يا بيه بتعلي صوتك عليا. تقوم منى قايله لها اه بعلي صوتي، انا ما اتكلمتش عليكي. تقوم انشراح ماس جاي بس كده دب 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 في ظهرها، وهي بتقشر الطوب من ظهرها 3 خبطات ورا بعض، لدرجه ان الاسعاف والنجده لما جم ما قدروش يشيلوا السكينه من ظهرها، خدوها هي بين الحياه والموت في المستشفى. الناس دي تتعامل مع انشراح دي لما تطلع كده تعامل ازاي؟ لما يقولوا الست ده ست بتخبط بالسكين، ما يهمها حد. لما بتشوف حد بتخبطه بالسكينه ما بيهمهاش حد. واحدة زي دي، الناس اخواتها او جوزها او اهلها يتعاملوا معاها باي طريقة، باي طريقة يتعاملوا معاها يا جماعة. ردوا عليا، ايه الطريقة اللي ممكن الناس تشوف انشراح بيها بعد لو طلعت؟ يا جماعة لازم الناس تشوف، الخبراء والناس الكبيرة تشوف ايه اللي بيحصل. يعني انا لما كنت بسمع عن الستات في قضايا القتل زي ما انا قلت لكم، عمري ما سمعت ان واحدة بتقول
يعني لما اتمسكت تقول اصل الصغيره ما تعلي صوتها عليا ما اخبطهاش ليه؟ ده صغيره عني، تعالي صوتها على الاكبر منها ليه؟ لازم كنت اخبطها. ترضيها؟ هو حد، معلش، حد غصبك ان انت تدخليها بيتك؟ طب ما تطرديها، تشدها كده من هدومها وقول لها اطلعي، امشي اطلعي بره، جايه لي بيتي ليه؟ مش تمسكي السكينه دب دب في دب في ظهرها غدر ويقف يتكلم معاكي عادي؟ وبنت خالتك وجايه تزورك. آه، انا اعرف ان الشكل الستات شد شعر، تقطيع هدوم، سب وقذف، مش كده، مش لدرجة السكينة تيجي وتتخبط في ظهرها وهي واقفة ومش حاسة ولا دارية. لا، ما وصلش للدرجة دي. يا ريت يا جماعة الناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك وتعملوا لايك، وبحبكم جدا.